السلام عليكم الطاطا الاخوان. دارتها طاطا اليوم قبل الخوصي عندنا الموقف طاطا ولات 140 ريال. وهو انا دوز معنا هاني يا خويا. هاني خذ راحتك اخويا ويلي 140 ريال طاطا سير حيد تيتمونط السي محمد تيتمونط تيقلبوا عليه 140 ريال الاخوان. اليوم ما وصلت في المارش. اللي بغى الكميه 130 140 هادشي اللي كاين. ماشي غير بطاطا اللي ارتفعت، راه ارتفعت الاثمنه ديال الخضار، جميع الخضار السلع ارتفع الثمن ديالها الاخوان. ايوا تمحنا وليدي كلشي غالي علينا، البطاطا غاليه علينا، ما بقيناش كاع كنشريوها، كنمشيو حتى للسوق ونرجعوا بكفافنا قاويين. كلشي غالي علينا، الفلفله غاليه علينا، البصله ما بقينا سوقنا غاليه علينا، كلشي هاد المدويات ديال المعيشه غاليه علينا. نشوفوا البطاطا الشناقة وتجار الأزمات كيستغلوا الحرب اللي دايرة في الشرق الأوسط باش يزيدوا في الثمن. كاين تخوف كبير من إغلاق مضيق هرمز، وهذا الشيء اللي خلى رئيس مجلس المنافسة يتوقع باللي ثمن المازوت يقدر يوصل حتى ل 17 درهم. أي توتر في هذه المنطقة كيأثر مباشرة على أسعار الطاقة عالميا، والمغرب كيتأثر بحكم استيراده لهذه المواد. غادي نشوفوا وغادي نفرشوا هذه الشناقة وتجار الأزمات. المصادر كتشير لواحد النوع من السخرية السوداء فاش كيتعلق الامر بالاعذار اللي كيوجدوها الوسطاء باش يغليو الخضر والمعيشه ديال المغاربه. مثلا كاين اللي كيروج باللي البطاطا غلات حيت ولات كتستعمل في بطاريات الصواريخ الانشطاريه. تيقولوا باللي ايران شرات كاع البطاطا اللي كاينه في الدول العربيه، وباللي امريكا شرات المخزون العالمي ديال المازوت باش تستعملوه كوقود لطائرات المسيره ضد ايران. حتى البيض كاين اللي كيبرر الغلاء ديالو حيت الدجاج ما بقاش كيبيض، قالوا لك بسبب الخوف من صوت الصواريخ. هادشي كله كتعتبر مجرد اعذار كيستغلوها الشناقه باش يرفعوا الاثمنه ويلصقوها في الحرب. هاد الحروب كتخلي اثمنه المواد اللي كيحتاجها المغرب يوميا بحال السردين، مطيشه، اللحم والدجاج تطلع لمستويات قياسيه. السردين وصل 30 درهم حتى ل 50 درهم في بعض المدن، وهذا الشيء كيتسمى بحرب الاسعار اللي الضحيه ديالها هو المواطن البسيط في السويقه المغربيه. ملي كتراجع القدره الشرائيه، السياق الدولي كيزيد يتهلك، الطبقه المتوسطه والفقيره كتاكل الهراوه اللي ولات كتجيهم قفه ديال السوق بحال الا غادي يلعب كومبا مع ريكو فيرهوفن بسبب الغلاء الفاحش. الحرب في الشرق الاوسط عندها اثار اقتصاديه حقيقيه بحال ارتفاع تكلفه الطاقه، ولكن الشناقه كيستغلوا هذه الظروف باش يبرروا زيادات غير منطقيه في كل شيء، من البطاطا حتى البيض. والمصادر كتاكد باللي الحل كيبدا من تغيير العقليات وربط المسؤوليه بالمحاسبه، خصوصا فاش كيقرب وقت الانتخابات. على حسب المصادر الشناقه وتجار الازمات كيستغلوا اي توتر دولي باش يخترعوا اعذار غريبه ويبرروا بها الزياده في الثمن ديال المواد الاساسيه بحال البيض والخضر واللحوم. بالنسبه للبطاطا كاين اللي كيروج لاشاعه كتقول باللي ايران ولات كتستعمل البطاطا في صناعات بطاريات الصواريخ الانشطاريه اللي غادي تضرب بها اسرائيل. هذا العذر كيخلي الناس يتيقوا باللي كاين طلب عالمي كبير وضخم من طرف الدول على البطاطا لاستعمالها في صناعات عسكريه، وهذا الشيء هو اللي خلى الثمن ديالها يطلع بسرعه ل 10 دراهم فما فوق. بالنسبه للبيض العذر اللي كيوجدوه الشناقه هو ان الدجاج ما بقاش كيبيض بسبب الخوف من صوت الصواريخ اللي نايضه في الحرب. هذا الخوف المزعوم كيتستغل باش يبرروا باللي الانتاج نقص وباش يوصلوا الثمن ديال البيض ل 10 دراهم. المصادر كتاكد باللي هادو كيبقاو غير اعذار واهيه كيوجدوها الشناقه من دابا باش يلصقوها في الحروب اللي نايضه في الشرق الاوسط، وكيف ما داروا من قبل في الحرب الروسيه الاوكرانيه كيعاودوا نفس السيناريو باش يرفعوا الاسعار في السويقه المغربيه. هذه الممارسات كتخلي مواد بحال السردين، مطيشه، اللحم والدجاج توصل لاثمنه خياليه كتهلك القدره الشرائيه ديال المواطن البسيط. على حساب داك الشيء اللي جا في المصادر العلاقه بين البطاطا وصواريخ ايران هي مجرد كذبه او عذر مخزز يوجدوه الشناقه او تجار الازمات باش يبرروا الزياده في اثمنه الخضر في المغرب. ها هما التفاصيل اللي كيروجوا لها هذه الشناقه حسب المصدر: بطاريات صواريخ انشطاريه،
كاين ادعاء كيروج باللي ايران اعلنت انها غادي تستعمل البطاطا في صناعه نوع من البطاريات الخاصه بالصواريخ الانشطاريه اللي ناويه تضرب بها اسرائيل. هذه الاشاعه كتقول باللي هذا الاستعمال بدل عالم التكنولوجيا البطاريات، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الدول تشري كميات ضخمه من البطاطس باش تستعملها في الصناعات العسكريه. هذا الطلب العالمي المزعوم هو السبب اللي كيعطيو الشناقه باش يفسروا علاش البطاطا وصلت ل 10 دراهم وفوق، بل وكيخوفوا الناس باللي تقدر توصل حتى ل 50 درهم. المصدر كيأكد باللي هاد الهضره كامله غير اعذار كيخترعوها الوسطاء باش يرفعوا الاثمنه ويستغلوا الحروب اللي نايضه في الشرق الاوسط، كما قلنا بحال كيف ما داروا قبل في الحرب الروسيه الاوكرانيه باش يديروا حرب اسعار. السويقه والضاحيه ديما هو المواطن البسيط. اشاعات وقود المازوت ديال الطيران الامريكانيه هي في الحقيقه مجرد اخبار خزعبلات كيروجوا لها الشناقه والمضاربين باش يبروا الزيادات اللي ناويين يديروها في اثمنه المحروقات في المغرب. ها هي التفاصيل ديال هذه الاشاعه. حسب ما جاء في المصادر، الشناقه كيروجوا باللي كاين واحد تقرير سري امريكاني كشف باللي امريكان شرات المخزون العالمي ديال المازوت كامل، والسبب المزعوم تيقولوا باللي امريكان دارت هذه الخطوه باش تستعمل هذا المازوت كوقود للطائرات بدون طيار درونز في الحرب ديالها ضد ايران. والهدف من هذه الاشاعه او هذه الهضره كيستعملوها باش يخلعوا الناس ويبرروا باللي المازوت يقدر يوصل حتى ل 100 درهم، في الوقت اللي رئيس مجلس المنافسة كيتوقع يوصل حتى ل 17 درهم بسبب توترات مضيق هرمز. المصدر كيأكد باللي هذه التبريرات هي أعذار وجدوها الشناقة من دابا باش يغطيو على الزيادات في الأثمنة ويمسحوها في الحرب في الشرق الأوسط. على حساب المصادر هذه الهضرة كاين منها، حيث رئيس مجلس المنافسة صرح باللي ثمن المازوت يقدر يوصل ل 17 درهم، وهذه الزيادة المتوقعة مرتبطة مباشرة بالتوترات اللي نايضة في الشرق الأوسط، وبالضبط في حالة ما إذا تم إغلاق مضيق هرمز. المصادر كتشير باللي هذا النوع من التوقعات كتزيد تشجع الشناقة والمضاربين باش يرفعوا الأسعار ويخترعوا أعذار خيالية، بحال الإشاعة اللي كتقول باللي الثمن ديال المازوت يقدر يوصل ل 100 درهم، والسبب تقرير سري أمريكاني مزعوم. وهذا الشيء كله غير باش يبرروا حرب الأسعار اللي كيديروها في الأسواق المغربية. في الأخير تنقول لكم اتقوا الله في أنفسكم أولا. باقي ما داز والو على الكارثة اللي ضرباتنا ديال الفيضانات والناس اللي كتغرق والسدود اللي بغات تفرقع علينا، لولا لطف الله على الأطفال والحيوانات. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد ما كنا كنتظروا انخفاض اثمنه البيض هنا في المغرب، من بعد ما طاح الثمن ديال العلف والثمن ديال السيكالي مابقاش نقصوا في الثمن اللي كان، تنتفاجئوا بارتفاع الاثمنه. دابا الثمن البيض في ليغرون سورفاس وصل 64 درهم للبلاطو، يعني 2 درهم و10 الفرنك البيضه. وعند مول البيسري تقدر تلقاه اقل ما يكون درهم و65 فرنك، درهم و70 فرنك. والسبب الرئيسي على حسب القول ديال هادو اللي كيوزعوا اللي كيليفريو الناس السلعه، قال لك اسيدي راه تيصدروها لموريتانيا، وقال كاين واحد خمسه ديال الاشخاص هما اللي محتكرين السوق هنا في المغرب.